بص يا سيدي، الاهلي ده نادي بيحب ياخد اللقطه، مش ياخد اللقطه ان هو ينسب فضل مش ليه لا لا سمح الله. بياخد اللقطه دايما بالافعال. يعني مثلا يتقال له انت خسرت من سان داونز 5-0 فياخد البطوله، يتقال له ان ملعب الوداد ده بقى مقبره ليك يروح ياخد بطوله من هناك. الهلال السعودي يقول له هنعمل ونسوي فيك في كاس العالم يشيلهم 4. اتحاد جده يعمل نفس الكلام يشيلهم 3. دايما لما يكون في لقطه بتتعمل الاهلي هو اللي بياخدها مش حد تاني. ففكره انك ما تحضرش العفريت دي بجد، عشان انت لما تركب حوار اعرف ان الاهلي هو اللي هيطلع في الصوره بيضحك في الاخر. بمعنى انت المنكش بتاع التذاكر اللي انت عملته ده انت فعلا حضرت العفريت، قلت لكل منظومه الاهلي تعالوا خدوا اللقطه على حسابي. فالجمهور اول واحد راح خد اللقطه بان جمهور الاهلي اشترى التذاكر كلها، فالاداره حبت تعلي على الجمهور وقالت انا هرجع فرق التذاكر عشان تطلع في الصوره هي كمان. قامت اللعيبه معليه على الاثنين ونزلوا كسبوا الماتش. فانت خليت منظومه الاهلي ككل سواء جماهير او اداره او لاعبين بيتنافسوا بيعلوا على بعض على اللي ياخد اللقطه على قفاك. وعشان الصوره تكمل وتطلع احلى واحلى فالماتش يخلص بطرد للشيبي في فاول عمله على حسين الشحات. ده غير الفيلم اللي كان عايز يعمله بعدها ويرجع ما تعرفش بقى كان عايز يشتمه ولا كان عايز يضربه. فدي عشان تجمل الصوره، او هي دي حته اللي انا بقول لك عليها ما تحضرش العفريت. الفيلم معمول للاهلي كده. انت ما دام دخلت الاهلي في حوار تنافسي بجمهوره بادارته بلاعيبته، حتى لو اللي قدامنا تقيل علينا كوره بنعرف نتعايش ونطلع من الفيلم ده متسقف لنا في الاخر. بس دول كانوا كلمتين كده على موضوع التذاكر وعلى موضوع الفيلم اللي بيراميدز عامله، او الفيلم اللي بيراميدز عايز يدخل نفسه فيه. يعني انا حاسس ان اداره بيراميدز او اللي ماسكين الاداره في بيراميدز ماشيين بمبدا عشان تبقى كبير في الدوري المصري اخلق عداوات مع النادي الاهلي، عداوات مش منافسه. فيا باشا تعالى صباح الفل، انت نكشت والاهلي في النكش ما اقولكش. لكن تعالى بقول لك كلمتين كده على الماتش نفسه. الماتش ما كانش فيه دسامه كرويه، يعني الاهلي كان بيلعب بطريقه ثابته ان هو بيعتمد على بطء بيراميدز في انه يرجع في المرتدات، ودي اللي الاهلي قدر يستغل واحده فيهم ويجيب منها جول. واللي ما كانش مبين الماتش حلو قوي، يعني الماتش كان فيه شد وجذب والناس بتدب في بعض وسرعه وبتاع وتخبيط، لكن ككوره ما كانش فيه كوره كتيره في الماتش. اللي ما كانش مبين كده ان بيراميدز ما كانش بيطلع، يعني على طول الماتش كده هي كوره واحده بتاعه زلوكا اللي ضيعها قدام الشناوي في بدايه الشوط الثاني اول ما نزل دي. لكن بيراميدز راح عمل ايه على الاهلي او لعب هجمه ايه في نص ملعب الاهلي؟ بيراميدز ما لعبش كوره خالص على الاهلي. حتى الجون اللي الاهلي بقول راح عمل فيه مرتده هي ما كانتش هجمه ولا حاجه، ده كان لسه بناء هجمه تحضير كوره في نص ملعب الاهلي قطع الكوره وراح عمل المرتده. فهي دي الكوره اللي كان الاهلي بيلعب عليها. بس اشيد بان كل لعيبه الاهلي كانت فايقه، وفي ماتشات زي دي انت عايز الحته دي اكتر من انك تكون عايز يطلع 100% من اللي عنده. يعني رجوله وتركيز وقله اخطاء احسن من انك تبقى عندك المهاره او عندك الحلول او ايا كان. ليه؟ لان ماتش زي ده يخسرك كره واحده بغلطه واحده، وهو بيراميدز عمل كده فعلا. غلطه مركبه من اول الشيبي لحد الشناوي الاهلي قدر يستغلها جون جاب لنا الماتش. وبما اني اتكلمت على الكره دي بس احب ادي كل ذي حق حق. يعني المدرب بتاع بيراميدز والتهليل اللي عمله على الشيبي عشان بيلعب كره بالكعب يعني وبيتريق عليه وبيغلطه وبيشيله الجون، انا بصراحه يعني شايفها ايه، الراجل ملوش اي ذنب في الجون ده عادي خالص. الراجل بيلعب بكعبه في التلت الدفاع بتاع الاهلي، يعني لو ما لعبش بكعبه هنا يلعب فين؟ هو مش اخر واحد في الملعب عشان تزعله انه بيلعب كره بكعبه. انا شايفها ان المدرب مش قادر يزعل الشناوي فقام مزعل الشيبي او جابها في الشيبي، يعني طلعها في الشيبي. لان بصراحه لو انا هغلط حد فانا هغلط كل بتوع نص الملعب، عشان دي الحته اللي بقول لك الاهلي كان بيلعب عليها اللي هو الارتداد. ان الكره لما تتقطع احنا بنعمل ايه؟ لا انت لو خدت بالك الكره اتقطعت امام جري ورضا جري واللي بيجري وراهم الشيبي اللي اتقطعت منه الكره، مفيش اي حد قابل في نص الملعب. على ما بدانا اهي حد يخش ويقابل كان امام خلاص بيلعب الثرو وطلع وسام ابو علي على الجول. في حته بقى الانفراد اللي ناس كتيره تقول لك ده انفراد الشناوي ما يشيلهاش، ده انفراد يشيلها لسبب هو طلع متسربع شويه على انه يقفل الفتحه بتاعه وسام ابو علي. يعني لو انا الشناوي وطالع على وسام ابو علي فهو الشناوي طالع مستعجل على حته انه يروح ايه، هو هيلمني لبره فانا هكمل معاه لبره. هو طالع واخد الكيرف ده مش طالع قافل الجون بتاعه. هو لو طالع وقف خد الخطوه بتاعته انه قافل الجون بتاعي عشان لو اتلعبت في الزاويه دي الكره ما كانتش راحت بالشكل ده. لكن لو تاخد بالك الشناوي راح مستعجل على اني انزل اخد الكره منه او مستعجل على ان لما يلم بره روح وهو لسه الراجل بعيد عنك. فده اللي خلى وسام ابو علي اصلا يحطها في البعيد. انا بقى لسه اخش ان انا اقرب منك واشوف هعرف ارقصك ولا مش هعرف ارقصك يا باشا، انا اصلا لسه ما وجهتش وانت قمت متطرف لي سنه كده. فهو يا عم في البعيد. فمش بشيلها للشناوي بس بقول لا هي غلطه كان ممكن يحرم فيها او سهل الدنيا تماما على وسام ابو علي. بس وبعد الكره دي زي ما تقول الاهلي خلاص خد اللي هو عايزه، رجع وثبت نفسه ورا اكتر واكتر وهلعب بقى فعلا على المرتدات. يعني كنا بنشوف على فترات كده في الشوط الاول يطلع يضغط يعمل ضغط عالي يعمل يقابل من عند الشناوي لو هم لسه بيحضروا كوره. لا من اول ما جبنا الجون خلاص الاهلي كله رجع وانا هستنى هقابل من نص الملعب.
واللي سهل الموضوع على الاهلي في الحته دي ان بيراميدز ما كانش بيعمل حاجه، ما كانش بيوصل. حتى الفتره اللي مسك فيها بيراميدز الكره شويه ما كانتش في خطوره، كان بينقي الكره كده على نص الملعب. يمكن غير الكره بتاعت زلوكه دي في كره وصلوا بيها برده بس كانت فاول، كره ثابته يعني. ما لكن ان بيراميدز يعمل خطوره من على اليمين ومن على الشمال وكور في العمق وبتاع، ما كانش عليه اي خطوره. الشناوي ما راحش على اي حاجه. يعني بحاول افتكر اي كره راحت على الشناوي، الشناوي ما راحش على اي حاجه، الشناوي بتاع الاهلي. بس عامه انا كده كده الماتش ده كان بالنسبه لي تحصيل حاصل قسما بالله. من اول ما قالوا حوار التذاكر ده يعني انا كنت من الاول متوقع ان في ماتش الاهلي وماتش البيراميدز، الاهلي هيكسب ماتش وبيراميدز هيكسب ماتش من قبل الماتشين. الاهلي كسب اللي فات، فكنت مايل شويه ان ايه يا رب ناخد الماتش ده تعادل، كده كده مش فارق معانا النتيجه، ان شاء الله نعرف نكسب الباقي وناخد الدوري. اول ما عملوا حوار التذاكر ده ايقنت بالله والله العظيم ان الماتش ده بتاع الاهلي خلاص. ليه؟ عشان اتخلق هنا حوار الروح مش حوار الكوره، ودي الحته المفقوده في نادي بيراميدز. شخصيه النادي او كاريزما النادي او الفكر بتاع النادي. لا هم شويه لعيبه، مش بقلل منهم والله ان انا بقول مرتزقه، بس هم لعيبه مش لعيبه كيان، هم لعيبه ملمومين، لاعب كويس من كل حته، اتلموا مع بعض وعاملين فرقه كويسه. بس فرقه لسه عليها شويه، مش في الكوره بقى. بيراميدز ما ينقصوش كوره، بيراميدز ينقصوا حاجات عقليه، وده شغل مين؟ شغل اداره. والاداره معكوكه في ايه دلوقتي؟ معكوكه ان هي تمشي في حته المظلوميه، وان هي تخلق عداوات ومنافسه مع الاهلي عمال على بطال، او مش منافسه، عداوات مع الاهلي عمال على بطال بشكل غير مبرر، بشكل سخيف جدا يعني. فهم لو وفروا جهودهم دي في ان هم يعملوا فكر للفريق، زي مثلا ما الاهلي بيجي عليه ماتشات يقول لك كسب بروح الفانيلا الحمراء. ايه روح الفانيلا الحمراء دي؟ ما فيش روح بتيجي. هي دي عقليه الفريق، ان انا وقت لما الكره توقعني شويه او الكره تغدر بيا شويه الروح بتاعتي هتعوض، اللي هي روح ايه؟ الفانيلا الحمراء. فبدل ما انت ساحل نفسك في انك قاعد تجر في شكلي، يا عم اسحل نفسك في انك تعمل حاجه فعلا. لان بيراميدز عنده كواليتي، عنده فرق، عنده لعيبه، لكن ناقص فيه حته انه يعمل نادي بطل او نادي بطوله. ده اللي ناقص بيراميدز. وبيتهيألي من وجهه نظري ان بيراميدز مش هيقدر يحقق اي بطوله، مع انه وصل لنهائيات بطولات كتيره سواء افريقيا او الكاس او الدوري ده ان هو بينافسه لاخر لحظه مع الاهلي. بيتهيألي مش هيقدر يحقق اي بطوله غير لو غيروا العقليه بتاعتهم والفكر بتاعهم، ويحطوا في فكر اللعيبه بتاعتهم ان يا جماعه انتوا لعيبه جايه تاخد بطولات. اللعيبه المفروض تلعب على بطولات، مش لعيبه اللي هو تنول شرف المحاوله وتيجي ترازي في الاهلي شويه وتيجي ترازي في الزمالك شويه. لا، انت لعيب المفروض جايبك تاخد بطولات، لازم تحول الفكر بتاع لعيبتك ده شويه. لعيبه بيراميدز لحد النهارده هي املها الوحيد ان هي تكسب الاهلي، زي ما كانت اللعيبه دي، ما انت جايب اللعيبه دي من انديتها، فنفس العقليه بتاعت انديتهم، اللي كان بيلعب في المصري ولا اللي كان بيلعب في الطلائع ولا اللي كان بيلعب في الانتاج، حلم حياته انه يكسب الاهلي او يلعب ماتش كويس قدام الاهلي او يبقى ند لند مع الاهلي. هم كلهم اتلموا وبقوا كلهم حلم حياتهم ان هم يكسبوا الاهلي ولا يعملوا ماتش كويس مع الاهلي، مش بيدوروا على ان هم ياخدوا بطوله او ينافسوا على البطوله او يوصلوا لاخر خطوه في البطوله. بس فدي نصيحه كده مني لوجه الله الفرقه انا مش طايقها اصلا والله، عشان القبول ده بتاع ربنا. فحب انهي الحلقه دي بكلمه انا قلتها في الحلقه اللي فاتت، ان حتى لو ما دخلتش الجمهور كله، ان حتى لو ما دخلتش فرد واحد من الجمهور، كده كده الدوري اهلاوي. والمره دي بقى مش هقول لك اشوفك بعد الماتش، اشوفك اخر الدوري. سلام.